هذه قصة شاب جزائري سطع نجمه وسط عالم الراب، أسرع لسان، أقوى كلمات، ثم فجأة اختفى. إنه عيسى، المعروف سابقاً بلابوندا 16، مغني الراب الذي تخلى عن الأضواء ليعتنق نوراً أقوى، نور التوبة واليقين. في منتصف سنوات 2000، تحديداً سنة 2008، كان شاب جزائري يدعى عيسى يثير ضجة في عالم الراب. لم يكن مجرد هاو، بل كان يلقب بين محبيه بأسرع مغني راب في الجزائر. كلماته نار، إيقاعه خاطف، واسمه صار علامة في مشهد الهيب هوب الجزائري. سجل، شارك، وغنى على مسارح وأمام جماهير. لكن خلف كل بيت موسيقي كانت هناك نفس تبحث عن شيء مفقود. كل من اقترب من عيسى كان يشعر أن قلبه لم يكن مستقراً رغم الشهرة، المال، وحياة الليل، إلا أن داخله كان ممتلئاً بالأسئلة: لماذا أشعر بالفراغ؟ لماذا لا أجد الطمأنينة؟ وفي عام 2013، وبعد سنوات من البحث والتأمل، قرر أن يضع الميكروفون جانباً ويرفع يديه إلى السماء. لقد أعلنها قوية: تبت إلى الله. ابتعد عن الفن وعن الراب وعن كل ما كان يقربه من معصية. انقلبت حياة عيسى رأساً على عقب، من ليل الحفلات إلى فجر المساجد، من كلمات التحدي إلى آيات الذكر من جمهور الدنيا، إلى طلب رضا رب العالمين. تظهر بعض المقاطع النادرة: عيسى وهو يؤدي مناسك الحج بثوب الإحرام، بقلب خاشع ودموع تملأ وجهه. إنه مشهد لا ينسى. رجل عرف الحقيقة فاختار أن يعود، فهنيئاً له العودة. اليوم يعيش عيسى حياة بسيطة ولكن مليئة بالبركة. ابتعد عن الشهرة وافتتح محلاً لبيع العطور الأصلية في قلب الجزائر العاصمة. اختار أن يكسب رزقه بالحلال، أن يخدم الناس ويزرع أثراً طيباً. ولعلك إذا زرته في متجره لن تعرف أنه كان يوماً نجم راب، بل ستراه أخاً متواضعاً مبتسماً، واثقاً أن الله لا يخذل من رجع إليه. قد نضل الطريق أحياناً، لكن الله لا يغلق بابه في وجه أحد. هذه ليست مجرد قصة شاب، بل درس لنا جميعاً. مهما بلغت ذنوبك ومهما بعدت عن الله، فالباب مفتوح، والتوبة لا تحتاج إلا إلى صدق نية. سلام عليك يا عيسى، يا من اخترت العطر بدل العهر والنور بدل الضجيج. عسى الله أن يثبتك ويجعل قصتك سبباً في هداية آلاف القلوب. اللهم ثبتنا كما ثبت عيسى، واهد بنا كما هديته.